قال بعض أهل العلم قول أنا أيضا فيها استكبار. ليه إذا قال من بالباب أنا، قال كأنه يتكبر عن أن يذكر اسمه. قال ذلك ابن الجوزي. أيضا من السنن في الاستئذان أن تكون ثلاثا. وهنا وقفة. أحيانا الاستئذان أحبابي يكون في الجوال، أحيانا قد يكون على باب البيت، على باب الفصل، على باب العيادة، على باب المكتب، أي أمر. واحد جالس بالسيارة ما يريد يفتح النافذة، استأذن عليه، قد يفتح لك الباب وقد لا يفتح، مو شرط أنك إذا رأيته يأذن لك. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. كم نضرب الجرس يا أخوان من مرة؟ الله المستعان. نحن نضرب الجرس 30، ثم نأخذ الحصى. ما تلاحظون بعض أبواب المسلمين قد زالت في وجوه الناس فينقرشها؟ تنقرشت بعض بيوت الناس من كثر ما رضخت بالحجر. ما سمعوا؟ هم سمعوا يا أخي الحبيب، سمعوا بس لا يريدون أن يفتحوا لك. يا أخي ما تفهم يا شيخ، إن أذن لك وإلا فارجع. ولذلك طرق الباب الجوال انتهى في أظن 10 نغمات، أعاد حتى خلت وفضت بطارية المقابل مسكين. يا أخي إذا ما رد عليك في الاتصال الأول أكثر من رنة، 1 2 3، يعني ممكن أن يكون في دورة المياه، قد يكون على الصامت، قد يكون لا يريد يرد. أنت غير مسؤول في الاستئذان ما عذر الذي لم يرد عليك. لا تتجاوز 3 وهي أزكى. معنى ذلك اللي يطرق الباب أكثر من 3 أو يعيد الاتصالات بإلحاح ليس زكي النفس ولا كامل الأخلاق، قليل الخلق. حتى إن بعض الناس يلومك: يا أخي اتصلت عليك ما رديت. أرأيتم أسمج من هذا الكلام؟ دقيت عليك 3 مرات ما رديت. طيب ماذا؟ ما علمت، قد أقول لك شيء يجرحك، ما أبي أرد عليك. هل هذا ذنبي؟ لماذا إذن جعل الاستئذان؟ لو لم يكن الاستئذان قد جعل لفتحنا الأبواب، ادخل. بعض الناس تو داخل من الدوام، مرهق أو آتي من المستشفى أو غيره، هنا هذا هادم اللذات قد جثم عليه. طيب ما فتح الباب، تعبان، يريد الغسل، يريد الطعام، يريد أن يرتاح. إذن بيتي لماذا؟ بيتي إذا كان يدخله من هب ودب، بيتي لأسكن فيه. إذن الاستئذان 3. أيضا من آداب الاستئذان البدء بالسلام عند الاستئذان، وقد يكون السلام هو الاستئذان. السلام عليكم، أدخل، الباب مفتوح. ليس فتح الباب دليل على الإذن. يعني بعض الناس ما شاء الله ما تدري إلا هو المقلط، الله يجزاه خير، صالة الطعام ولا عند المغاسل، قال وجدت الباب مفتوحا. لا يعني ذلك. فتح الباب ليس دليل بالإذن. السلام عليكم، أدخل. السلام عليكم، أدخل. السلام عليكم، أدخل. ارجع. حتى ولو كنت تعلم أنه يريدك، انتظر. إذا أنت مدعو عنده انتظر حتى يأذن. هذا خلق الإسلام، أزكى لكم. ولذلك قال كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عندما أتى إليه رجل فقال: أألج؟ قال: أخرج يا هذا وعلمه الاستئذان. السلام عليكم، أأدخل؟ قال: أألج؟ من أنت؟ طيب سلم أولا ولو كنت معروما، ثم بعد السلام أألج. وبعضنا يستبدل السلام بترحيب آخر. أيضا أيها الأحباب، من الأدلة على إلقاء السلام قوله جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا، في سورة النور، فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. ولذلك حتى في الدخول للبيت الذي ليس فيه إلا أنت، السلام عليكم، سيرد عليك الملائكة وأنت تطلب من السلام السلامة فتطمئن وتأنس، عكس حتى السلام على أهلك. ولذلك من حسن الخلق إذا دخل الإنسان على أهله أن يسلم. والاستئذان حتى على الزوجة، بعض الزوجات تريد أن تتهيأ لزوجها، فلا أجمل أن يسلم: السلام عليكم، عند الباب، فيستمعون
فالشعثة تمتشط، والبعض تهيئ طفلها لزوجها وتهيئ له متكئا. الأخلاق السامية في هذا الدين. من الآداب أيضا المصافحة، والمصافحة معاشر الأحباب هذه أيضا من السنن في آداب الزيارة بعد الاستئذان أن تصافح. ولكن واقعنا في المصافحة عند البعض واقع عجيب. إذا دخلت بعض المجالس أحبابي وفيها 100 رجل، أبدأ ما شاء الله أسلم على 100، جلسوا دخل واحد. ولذلك بعضنا من صلاة الظهر إلى حول العصر يقوم وينهى 60 مرة يفرح بقيام الناس له، وهذه كبيرة من الكبائر أن يفرح أو يتمنى أو يطلب الإنسان أن يقوم الناس له عند الدخول. ولذلك قال الحبيب: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما. بعضنا يشوف واحد داخل قال انتظر خليه يخلص حتى أدخل أنا أقول السلام عليكم، فيقوم مرحبا أبو فلان. هذا الحب فيك للقيام لك. قال الحبيب عنه: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله العافية والسلامة. والحديث صححه الألباني: يتبوأ مقعد من النار لأنه أحب أن يقام له. وهذا دليل على مرض في قلبه وعلى حب أن يقوم الناس له. والله قد قال: وقوموا لله قانتين. القيام لله جل وعلا. لكن إذا كان للمصافحة وللمعانقة فالسنة أن تصافحه قائما وأن تعانقه قائما. لكن إذا كان طرح السلام فقط فالسنة عند الدخول بعد الاستئذان أن تجلس حيث انتهى إليك المكان. أما تلاحظون في بعض مجالسنا إذا دخل الإنسان تتغير جغرافيا المجلس، يفرون ما شاء الله، واحد هنا ويطلع هنا، ثم تبدأ الأيمان عليه الطواقم تجلس هنا، والله العظيم أنك جالس هنا، والله. وتروح مجالسنا حلوف وأيمان، والله هنا، لا والله هنا، وشوي دخل أبو ناصر والله هنا يا مسلمين الله يجزاكم خير، طبقوا السنة. كل يجلس في مكانه، وهذا يجلس حيث انتهى إليه المجلس. حبيبكم قائد الأمة إمام العظماء يجلس حيث انتهى إليه المجلس، فكيف أنا وأنت؟ اجلس حتى لا ينقطع المجلس وحتى لا يأتيك العجب، مرة في وجه المجلس، مرة في صدر المجلس، مرة عند الباب. الأمر واسع حتى يربي الإنسان نفسه على تطبيق السنة. وأيضا اجلسوا يا أخوان، لا في القيام سنة، القيام ليست سنة لا في الدخول ولا في الخروج إلا من أتى غريبا أو قدم من بعيد أو تريد أن تعانقه لبعد العهد به، لا حرج، قم له. وقد يقوم 2 في المجلس لأنه عهدهم به بعيد، والبقية يجلسون مسلمين عليك قبل شوي في المسجد يا شيخ، وكل واحد امتد، انهض، اقفز، قم. هذه صارت الله يحفظكم جزاء عسكري، ما صار سلام. ثم إن بعض الناس إذا جلس لازم كلهم كيف حالك يا محمد؟ طيب. وشلون الوالدين؟ بخير. ينتقل للثاني: محمد كيف حالك؟ عسى. طيب يا أخي قال لك قبل شوي أنه طيب، وقال لك أن أمه طيبة وأبوه طيب وخالته طيبة. يا أخوان لا ينتهي مجالسنا في أعراف في الأصل أنها لم تثبت، يكفي أنا بخير. ولذلك ما أجمل إذا قال السلام نظر، العهد قريب، ريح المسلمين وجلس على مجلسه وريح الناس، إلا لمن كان بعيد عهد به. رضي الله عنه قال أن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد، أن أبواب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تقرع بالأظافر. الله المستعان، بالأظافر، مو بالحصى ولا بقطع بلك، وليس بالتعليق على الجرس. أما تلاحظون أحبابي أن معظم أجراس بيوت المسلمين خربانة؟ ما لاحظتم؟ أنا لاحظت. أنا كثير من بعض الأخوان إذا أردت أن أتقال والله يا أخي خربانة، وبعضها الجرس ما يطلع دخل في الجدار من كثرة ما ألح الناس عليه، وأقسموا بالله إلا أن يفتح. يا مسلم اتق الله في نفسك وطبق السنة. ولذلك قال أهل العلم من الآداب الاستئذان أن يقرع بما يسمع. طبعا لو أن الفلل، الآن عندنا فلل، الشقة، اللي ساكن في شقة ممكن أن أقرع بالظفر لأن الشقة قريبة، لكن اللي في حوش وفناء
نعم تحتاج إلى أن تطرق بالجرس أو بطرقات بالمفتاح خفيفة حتى تتأكد بس من الوصول، وليس كل مستأذن يؤذن له، ويجب أن نربي أنفسنا على ذلك. وليس كل متصل يرد عليه، ويجب أن نربي أنفسنا على ذلك. ومن أكبر أبواب سوء الظن التي أدخلها الشيطان في قلوب المسلمين هذه الأيام: أفا يا أبو فلان أتصل ولا ترد، أفا يا أبو فلان والله أني شايف سيارتك داخل بها بالريموت، دخلت وسكرت، شايفينها يا ابن الحلال لكن لا تريد أن تفتح لي، أفا. هذا بوابة سوء الظن مع قلة التزكية والتربية على أخلاق الإسلام. إذن تقرع بالأظافر. قال بعض أهل العلم: قرع الصحابة بالأظافر على أبواب النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الأدب ومن تمام عدم رفع الصوت. قوله جل وعلا في سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، قلوب طاهرة يطرقون الباب. وأيضا بعضنا يحتاج إلى أن يطرق الباب على أبيه، على أمه، فإن من الآداب عند الطرق على الأبوين أيضا للإيقاظ للاستئذان للدخول أن تكون بتمام الرفق وبصوت هادئ. ورحم الله الحسن البصري، كان إذا كان عند أمه لا يكاد يبين صوته خوفا من أن يرتفع صوته، الله المستعان، على صوت أمه فيغضب رب العالمين. إذن ألا تقيم أحدا من مكانه. وأحيانا يكون الجالس صغيرا. أحبابي الآن هذا مسجد، لو أني أتيت أنا رجل من أهل المسجد ومطوع ما شاء الله، وأجي دائما في الصف الأول خلف الإمام، فإذا أنا أرى لكني ما شاء الله ما أجي إلا قبل الإقامة ب5 دقائق، ومكاني محجوز ما شاء الله، حجز الأماكن، ما أحد يجلس مكاني، فوجدت في مكاني اللي أنا لي 10 سنوات أصلي فيه، وجدت طفلا عمره 7 سنوات جالس فيه، ماذا نفعل غالبا؟ يا بالإذن ولا ولد، يا ورع، كلمة سيئة، يا ورع صل في آخر الصف. هل يجوز ذلك؟ أو في المجلس طفل أتى مع أبيه وجلس في ميامن الصف، من الأدب أن يقوم الصغير للكبير، نعم، لكن ليس من الأدب أن يقيم الكبير الصغير. إن قام هو من نفسه فحبا وكرامة. ومن الأدلة على ذلك أن لبنا أو ماء دفع لرسول الله عليه الصلاة والسلام فشرب، من الذي على يمينه؟ على يمينه ابن عباس 6 سنوات، وعلى يساره الأشياخ أبو بكر وعمر. ولاحظ قرب الصغير من رسول الله، الصحابة موجودين، فلما فرغ السنة أن يعطى الذي على اليمين. ولذلك من السنة إذا جيت تصب القهوة أو الشاي يعطى الكبير، ليس بداية بعضنا يبدأ يصب القهوة على اليمين مباشرة. السنة في ذلك أن تبدأ بالكبير ثم من كان على يمين الكبير. يمين الكبير هو يسارك أنت يا الصاب اللي تصب، يسارك، لكن أنا أنظر إلى الكبير نفسه اللي أعطيته والدي جدي عالم من علماء المسلمين، ثم الذي بيمينه هو، ولو كان الذي على يمينه عمره 10 سنوات واللي على يساره عمره 80، يعطى الذي على اليمين، يعطى الذي على اليمين. هذه الآداب، فلا يقام من مكانه الصغير. وليعطى، لما أعطى ابن عباس قال يا الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذن ابن عباس أن أعطي الأشياخ، يعني هل تسمح لي أعطي الكبار؟ قال لا أؤثر بنصيبي منك يا رسول الله. في الباب هذا اسمح لي يا رسول الله، شيء من يدك أنت والله ما أرده ولو أني أصغر منهم، فدفعه في يده فشرب رضي الله عنه. أيضا منها ألا يجلس الرجل بين رجلين إلا بإذنهما كما ورد في حديث أبي داود، يعني المجلس مرتص وأنا جالس أسولف معك، أقص لك مشكلة حصلت لي، يأتي واحد يجثم كالجاثوم ويبرك بروك البعير بينهما فيقول توسعوا. السنة التفسح، الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، لكن أنا أفسح لك، لا أن تبرك وتجثم بيني وبين صاحبي، فإن الجلوس بينهما دون استئذان من قلة الذوق والأدب والخلق. ولذلك بعض الناس الآن تلقاه جالس أنا بجوارك وملتصقين فيبرك بينهما ويقول تفسحوا. لا يوجد مكان لنتفسح، هذه مهي بمراصة، هذه مراصعة، الله يحفظك، أنت ترصع هذا وهذا حتى تستبيح نفسك،
وبعض الناس أحيانا تجد جالس مرتصين فيجلس بينه وبين حجرك 1 سنتي، يبرك أمامك ويتربع فيمنع النظر والهواء وكل مقومات الحياة يمنعها عنك بدعوى أخوان. ما هذه مو بأخوة، هذه مراصعة تخرج المودة من القلوب. ولذلك أيها الأحباب عدم الجلوس بين اثنين إلا بإذنهما. وأحيانا يكون بعضنا يجلس بجوار شخص حتى يتكلم سالفة وتنقطع السالفة بسبب صاحبنا هذا. من آداب الاستئذان أيضا منها ألا يتناجى 2 بحضور الثالث، وهذه من آداب المجالس الملحقة. ولذلك تلاحظ بعض الناس يوشوشون ويضحكون، وهذا صاحبنا قد أضاءت عينيه دمعة، ويا أخي هذول إيش فيهم؟ هل هم يتفقون علي؟ أنا ماني بمال عيونهم، وهم مساكين أحيانا يكونون بحسن نية. فانبغي على المسلم إذا جلس ومعه ثالث ألا يتنايجيان، أو بعضهم يقول راح الرجال جاء الرجال، وهو ما يدري ايش معنى الرجال، هم يتكلمون بالرموز، والله باقي عليه، وهذا عينيه قد حلقت فيهم لا يدري. هذا من قلة المروءة والأدب. فلا يتناجى 2 كما قال عليه الصلاة والسلام إلا والثالث يعلم ما الذي يدور. أيضا عدم استماع حديث قوم وهم له كارهون. البعض منا ما شاء الله أذنه 7/7 مو 6/6، يلتقط الحديث وينظر في الجوال، وإذا رن التفت يناظر من المتصل، وينظر إلى موقع الواتساب حقك، وينظر. الله هذا هادم اللذات مفرق الجماعات، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. وهي من قلة الآداب في ذلك. أحبابي، ومن الآداب أيضا في الاستئذان أيضا الاستئذان عند الخروج، كما ورد في حديث رواه الديلمي في مسنده حسنه بعض أهل العلم، قال إذا زار أحدكم أخاه، هذا قوله عليه الصلاة والسلام، فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه. ولهذا بعضنا يدخل المجلس وإذا راح الرجال يجيب القهوة جل البيت ما لقى أحد، وين الربع؟ عرج بهم إلى السماء أم خسف بهم في الأرض. ولذلك من الأدب إذا دخلت باستئذان أن تخرج باستئذان. وبعضنا يتألم يريد إكرامك، أكرمك، حط المفطح، تغديت، تعشيت، ثم هو ذهب يأكل. من السنة أن يدعى له وأن يستأذن عند الخروج. أيضا أيها الأحباب، ومن الاستئذان السلام في ختام المجلس والكفارة. هذه مجموعة من آداب الاستئذان في البيت، وآداب الاستئذان خارج البيت، وآداب الاستئذان في الحياة كلها، وآداب الزيارة بعد الاستئذان. أخلاق الإسلام ترتب حياتنا. حتى أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعيش ما عشنا بالأدب النبوي، نعيش في حياة وفي حفظ عورات. نور من أنوار سورة النور تفيأناها وأضأناها. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم لنا ولكم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا مخلصا، وعن النار مخلصا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يهديه القرآن إلى أعلى الجنان. اللهم اجعله دليلنا وسائقنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والحمد لله رب العالمين. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ألقاها فضيلة الشيخ سعد بن عتيق العتيق، مشرف التوعية الإسلامية بإدارة التربية والتعليم بالرياض، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد بالرياض، والتي أقيمت في جامع العمري بحي العزيزية. عرض الشيخ في بداية محاضرته أهمية الحديث عن آداب الاستئذان القرآنية الواردة في سورة النور، بداية بترتيب البيت المؤمن من الداخل، بتربيتهم على حفظ آداب الاستئذان داخل الأسرة، والتأكيد على حفظ العورات الثلاث. ثم وقف مع آداب الاستئذان خارج البيت وأهم أحكام الزيارة. وفي الختام حث الشيخ سعد العتيق على التزام هذه الآداب تطبيقا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ختاما نشكركم على حسن استماعكم،
كما نشكر الزميل